هلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم عملت لكم خبز التورتيه طريقه سهله وبسيطه، بما انه ولينا نستعملوه في برشا وصفات وباش ما نقعدوش نشريوه. خذيت 3 كيسان فرينه بما يعادل 375 غرام تقريبا، مغرفه صغيره ملح ومغرفه صغيره خميره كيميائيه. نخلطهم ونزيدهم 5 مغارف كبار زبده بحراره الغرفه بما يعادل 75 غرام. نخلط المكونات الشايحه مع الزبده بالباهي لين يولي القوام كيما رمل، ومن بعد نزيد تدريجيا 200 مليلتر ماء سخون. ردوا بالنا على يدنا، تنجموا تستعملوا سباتيول باش تلموا بها العجينه، ونلم العجينه ونعجنها بالباهي لمده 5 دقائق لين نتحصل على العجينه طريه وما تتلصقش. ناخذ طبق مدهون بالزيت ونشكل كرات عجينه متساويه الحجم، نغطيهم بابي سيلوفان مدهون بالزيت باش ما يلصقش في العجينه، ونخليهم يرتاحوا مده 30 دقيقه. من بعد نرش شويه فرينه على البلان دو ترافاي ونحل كرة العجينه بالقلقال بالطريقه هذه. مهم ياسر نحلها في الاتجاه الاولاني، من بعد ندورها ونحلها في الاتجاه الاخر، ونقعد نحل فيها ونقلبها لين نتحصل على ورقه عجينه رقيقه وشفافه شويه. نسخن مقله غير لاصقه على نار تكون متوسطه الى قويه، ونحط ورقه العجينه تطيب من 20 الى 30 ثانيه من كل جهه. كيف نشوفوا فقاعات ظهرت على الخبز وبدا يتنفخ، وقتها نقلبوه. دوبا يحضر الخبز نغطيه ونلفه بمنديله باش يقعد طري وما يشيحش وما يبسش، والنتيجه خبز طري وخفيف نودكم وما نشهيكم. استنيني ان شاء الله في فيديوهات اخرين باش نوريكم طرق استعمال خبز التورتيه في برشا وصفات سهله وبنينه، وصحه وبشفاء لكم.